مساء الخير. لو سمحت انا كنت عايزة المنيو. اهلا وسهلا. بس معلش انا هستأذنك، احنا خلاص قفلنا النهاردة. ممكن تجيلنا بكرة وهقدملك كل الاكل اللي انتي عايزاه. بس انا يا بنتي جعانة قوي دلوقتي وعايزة اكل. أه طيب خلاص انا هجيبلك الاكل اللي انتي عايزاه. شوفي انتي عايزة ايه وهجيبهولك. هاتيلي المنيو كله، انا جعانة جدا. حاضر بس كده من عينيا، هجيبلك كل الاكل. اتفضلي اهو، انا جبتلك كل الاكل اللي موجود عندي. يلا اتفضلي بالهنا والشفا. انا اشوف الاكل بتاعك بقى ده حلو ولا لا. هو انتي بتشتغلي لحد دلوقتي ازاي؟ والله ببقى مضطرة اشتغل لحد دلوقتي عشان اجمع الفلوس. انا بصحى من الساعة 7 الصبح، بشتغل هنا لحد الساعة 12 بالليل، وبفضل اروق المكان لحد برضو 7 الصبح تاني. بنام تقريبا ساعتين في اليوم بس. ايه بتعملي كل ده؟ هو المطعم ده بتاعك؟ لا، المطعم ده مش بتاعي، انا بشتغل عند صاحب المطعم. بس يا بنتي 1000 جنيه دي قليل. ده انتي على كده بقى بتاخدي فلوس كتيرة قوي على الشغل ده. لا مش باخد فلوس كتيرة، انا باخد فلوس يعني معقولة حلوة. اه يعني بتاخدي قد ايه؟ انا باخد 1000 جنيه. ايه بتعملي كل ده وبتاخدي 1000 جنيه بس؟ اه بس عشان هو صاحب المطعم راجل كبير في السن، فانا اكيد مش هقوله يزودلي المرتب، وانا كده بساعده. طب وانتي كده بتعيشي ازاي يا بنتي؟ اديني اهو عايشة الحمد لله. اتفضلي بس كلي الاكل قبل ما يبرد. هو انتي بتعملي الاكل ده بنفسك؟ اه انا اللي بعمله بنفسي. اهم حاجة يكون الاكل عجبك. اه عجبني جدا يا بنتي، طعمه حلو قوي. بس على فكرة الراجل صاحب المطعم ده كده إيه، هو بيديكي فلوس قليلة قوي. ايه 1000 جنيه على كل المجهود اللي انتي بتعمليه ده؟ مش مشكلة، المهم ان انا اساعده. هو مش هيعرف يعمل الاكل ده لوحده، اصل هو راجل كبير. انا مش عارفة اقولك ايه يا بنتي، انا لفيت على كل المطاعم، مفيش ولا مطعم كان شغال او راضي ياكلني. ليه بس كده؟ عشان خلاص بيقولوا الوقت متأخر وما ينفعش يعملوا اكل دلوقتي. مش مشكلة، انا عملتلك اهو. انا كان بقالي يومين تقريبا مكلتش، عشان كنت متضايقة شوية من موضوع كده. ليه بس كده؟ الاكل ملوش علاقة بحاجة، لازم تاكلي كويس. بس انا اول ما شفتك في المطعم قلت انا لازم اكل من هنا. بجد شكرا جدا. ايه رأيك تشتغلي معايا؟ ايه اشتغل معاكي؟ اشتغل معاكي ايه؟ انا هقولك بكرة. تعالي بكرة في الميعاد ده بس، الساعة 12 الظهر كده. حاضر هاجي اكيد. ايه بس انا برضو مش عارفة، الراجل صاحب المطعم كده هيصعب عليا ازاي اسيب المطعم ده كله وهو يشتغل فيه لوحده، ومحدش بيرضى خالص بالمرتب اللي هو بيقول عليه ده. طيب ماشي، هو في حد فعلا يقبل بالمرتب ده؟ انتي اللي عبيطة. ايه انا عبيطة؟ انا بس عايزة اساعده. في فرق بين ان انتي بتساعديه، وفي فرق ان هو عايز يقللك المرتب جدا ويشغلك ببلاش. تعالي بس اشتغلي معايا وانا هديكي فلوس كتيرة جدا جدا. بجد خلاص انا هاجي اشتغل اكيد بكرة ان شاء الله. بس قوليلي الشغل هيبقى ايه؟ اما تيجي بكرة هتعرفي. انا جيت اهو في الميعاد زي ما انتي قلتيلي بالظبط. طيب شاطرة. انا هقولك بقى انتي هتعملي ايه.
يا ريت قوليلي ايه الشغل اللي انا هشتغله. طب مش عايزة تعرفي المرتب الاول اللي انتي هتاخديه؟ مش مشكلة، انا عارفة ان انتي طيبة واكيد هتديني شغل كويس، ومش مهم المرتب، المهم اساعدك. انتي شكلك طيبة قوي. انا حطيتلك في حسابك في البنك 50 مليون جنيه، وانتي هتعيشي هنا معايا. ايه؟ ليه المبلغ ده كله؟ هو انا عملت ايه لكل ده؟ انا هعتبرك زي بنتي وهتعيشي معايا، وهجيبلك كل الطلبات اللي انتي عايزاها. بجد؟ بجد ازاي ده حصل؟ عشان انتي ساعدتيني في وقت انا كنت هموت فيه من جوه ومحدش اكلني خالص، وانتي جبتيلي اكل حلو جدا من اللي انتي كنتي عاملاه. بس انا مستاهلش كل الحاجات اللي انتي بتعمليها علشاني دي. انا بس قدمتلك وجبة. لا، انتي تستاهلي اكتر من كده بكتير. انا هعتبرك من هنا ورايح ان انتي بنتي. يعني انا الاوضه دي كلها هتبقى بتاعتي، هتبقى ليا لوحدي، واللبس والفلوس وكل الاكل ده ليا انا. كل الحاجات دي ليكي واكتر من دي كمان. اي حاجه نفسك فيها ونفسك تطلبيها اطلبيها مني وانا هعملها لك. انا مش عارفه اقولك ايه بجد. هو انا يبقى ينفع اعزم صحابي هنا واجيبهم يقعدوا معايا شويه؟ طبعا طبعا يا حبيبتي، تقدري تجيبي كل حد، كل الناس اللي انتي عايزاها وتقعديهم معاكي براحتك. انا مش عارفه اقولك ايه. تقوليش اي حاجة، اهم حاجة ان انتي تتعاملي براحتك في البيت، عشان ده بيتك. انا كتبته باسمك كمان. لا ده كتير قوي، الحاجات دي كتير، انا مش هقدر اخد كل الحاجات دي. خلاص انا قلتلك انتي زي بنتي، وانا اكيد هعتبرك زي مامتي او اكتر كمان. طيب انا هسيبك دلوقتي بقى. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ الحمد لله احنا كويسين. انتي عاملة ايه؟ انتي بتعملي ايه هنا؟ انا مش فاهمة، انتي جايبانا البيت ده ليه هنا؟ انتوا مش هتصدقوا، البيت ده بيتي. ايه؟ بيتك ازاي يعني؟ انا مش فاهمة حاجة. انتي شكلك مجنونة ولا ايه؟ اهدوا بس ما تقلقوش، انا هحكيلكوا ايه اللي حصل. احكيلنا يا ريت. انا قابلت ست كبيرة جاتلي المطعم بالليل متأخر قوي، وكل المطاعم مرضتش تفتح لها عشان تأكلها، بس انا اكلتها وعملت لها اكل حلو قوي قوي قوي. وهي قالت لي بقى ان انا ممكن اقعد معاها هنا، وحطيت لي فلوس كتير قوي في اسمي في البنك. هي طيبة قوي وبتحبني، وانا خلاص هعيش هنا. انتي بتهزري؟ يعني ده هيبقى بيتك؟ اه، هيبقى بيتي. بجد حلو قوي. هو انا ينفع اقعد معاكي؟ هنقعد معاكي بس شوية ونمشي. لا، احنا مش هينفع نقعد. ممكن كده الست اللي مقعدها معاها تطردها من البيت لو احنا قعدنا شوية معاها. ايوه فعلا احنا لازم نمشي، لحسن تطردك ولا حاجة. لا، هي قالت ان هي مش هتطردني، وقالت لي اجيب كل الناس اللي انا عايزاهم يقعدوا معايا وبيحبوني وبحبهم. متقلقوش من اي حاجة، انا بس عايزة اقعد معاكوا. بجد انا مش مصدقة اللي حصلك، بس انا عارفة انتي حصلك كده ليه، عشان انتي بتساعدي اي ناس كبيرة. ايوه الحمد لله بجد. يلا بقى ورينا اللبس الكتير قوي اللي عندك ده، عايزين نلبس معاكي. طبعا هديكوا كل حاجة، انتوا اخواتي. بجد؟ طب وريني بقى. انا عندي مناسبة قريب، عايزة فستان وعايزة جزمة. حاضر، بصي الفستان اللي في الدولاب ده حلو قوي، هيليق عليكي. انا بجد فرحانة قوي ومش مصدقة ان كل ده حصل لي. بصراحة انتي اللي عبيطة اصلا. في حد يشتغل عند حد ب1000 جنيه بس؟ ده انا باخد من المطعم اللي انا شغالة فيه 5000 جنيه.
عشان هو بس كان راجل كبير وبيصعب عليا. راجل كبير؟ انت عبيطة، هو بيقلل المرتب وبيستعبطك عشان انت عبيطة. فعلا عندها حق. بطلوا بقى، كويس ان انا كنت شغالة هناك وقابلت الست الطيبة قوي دي. فعلا دي الحاجة الوحيدة الكويسة اللي حصلت. خلصوا يلا عشان نروح ناكل، وعشان افرجكوا على بقية البيت. ده حلو قوي من بره، وفي جنينة ممكن نقعد فيها ونتفسح، وفي اسانسير جوه البيت. ايه كل ده انتي محظوظة قوي على فكرة. انا خلاص قررت، انا كل يوم هعمل خير لحد ما الاقي ست طيبة كده تاخدني عندها انا كمان. واحنا كمان لازم نعمل كده عشان نمشي بقى من الفقر اللي احنا فيه. يا جماعة اكيد الحاجة دي مكنتش مرتبة لها، هي حصلت بس بالصدفة. بس اهم حاجة ان انتوا تعملوا خير عشان اكيد هيرجع لكم.